تعرف انك تقدر تخلي اي براند يحقق ارقام اضعاف بكتير من اللي هو بيجيبها ومن غير ما تصرف فلوس اعلانات اكتر ولا تستخدم اي موارد اكتر. في الفيديو ده انا هعرفك ازاي تعمل كل ده واكتر، بس وانت بتستخدم الجروث ماركتنج. الجروث ماركتنج بوضوح هو مش معناه ان انت تدفع علشان تجيب عميل، لا، انت بتدفع علشان تحتفظ بيه ويجي لك عميل غيره. لان الموضوع مش ان انت تعمل اعلان وتجيب شويه عملاء وبعد كده تبدا تدور على عملاء غيرهم وهكذا. الفكره ان اغلب الماركتيرز بيقدروا يعملوا ده بكل سهوله، فهنا اصلا مش ده الموضوع اللي احنا جايين نتكلم فيه. لكن الماركتير المحترف، او عشان الماركتير يوصل لمرحله الجمدان، هو بيعمل حاجه اسمها جروث ماشين للبيزنس. يعني ايه جروث ماشين؟ يعني البيزنس ده حرفيا بيبقى شغال كماشين اوتوميشن. كل عميل بيخش فيها، بيخش الماشين دي، انت بتعمل له اون، بيفضل ماشي في اللوب دي لغايه لما يفضل يدفع لك مره واثنين وثلاثه واربعه، من غير ما انت اصلا تبقى مضطر ان انت تبذل مجهود مضاعف. انت كل اللي عليك ان انت بتعمل عامل السيستم ده من قبل اصلا ما كل عميل يخش، وانت عارف كل عميل هيخش لك البيزنس هتعدي بيه بمرحله 1 2 3 4 ازاي. ودي نقطه اي ماركتير بيحاول يوصل لها. هو حرفيا بيبقى مميز وبيدفع علشانه ارقام كتير جدا عشان يشتغل مع اي بيزنس. اللي هو انت ازاي اصلا اي بيزنس هيقدر يستغنى عنك لو انت بتدخل له دخل اكتر بكتير من اللي اي حد بيعرف يجيبه، وفي نفس الوقت بنفس التكلفه والموارد اللي عنده اللي هو ما بيضطرش ان هو يزودها. والمرحله دي بوضوح ان انت بتخلي البيزنس هو اللي يشتغل علشانك، مش انت اللي تشتغل علشانه، عشان تقدر توصل للجروث ماشين دي. فانت حرفيا العملاء اللي بتيجي للبيزنس هي اللي بتشتغل كده كده علشان تجيب لك فلوس. انت مش مضطر تروح لهم بكامبين واثنين وثلاثه وتقول لهم تعالوا اشتروا من عندي البرودكت ده. لا، هم نفسهم لما بيشتروا منك اول مره، هم حرفيا انت هتبقى عامل لهم سيستم معين او لوب معينه هيخشوا فيها كده كده، هم مش هيطلعوا منه، وزي ما الشركات الكبيره كلها بتعمل. وهنا انت بتعملها ازاي؟ عشان كل عميل يخش عندك لازم تطلع منه 3 حاجات مهمين، سواء الحاجه دي هي فلوس او الحاجه دي هي لويالتي او وفاء، اول حاجه دي هي علاقات او كونكشنز. وهنا انت بتقدر تحافظ على العميل لاكتر وقت ممكن، وطبعا دي بنسميها كاستمر لايف تايم فاليو وهنتكلم عليها قدام. طيب الجروث ماركتير عشان يقدر يوصل للمرحله دي من الاحترافيه بيبقى لازم يكون عنده شويه برضه مهارات معينه لازم انت تكون عارفها، عشان لو قررت ان انت توصل لمرحله ان انت تبقى جروث ماركتير في يوم من الايام. اول مرحله فيهم هي انك يبقى عندك مايند سيت قويه جدا. لازم تعرف تستخدم الانسايتس اللي بتطلع لك، ازاي تحللها، وازاي تبقى فاهم كل رقم بيطلع بناء على ايه، وازاي بنقدر نحسنه عن طريق ان احنا نعمل اوبتمايزيشن للكامبينز بتاعتنا، سواء جوه الداشبورد او كمايند سيت اصلا بره الداشبورد. ان انت عن طريق ان انت تقدر تاخد قرارات للبيزنس، تقول مثلا احنا محتاجين نعدل ده، محتاجين نعدل الطريقه الفلانيه، محتاجين نعدل برايسنج، محتاجين نعدل طريقه التواصل مع العملاء، محتاجين نعدل اي حاجه في البيزنس موديل كله تخلي البيزنس ده يقدر يعمل جروث. فانت هنا شغلك ما بيبقاش ميديا باينج، ما بيبقاش جوه الداشبورد بس، شغلك بيبقى اعمق من كده بكتير. وهنا انت دورك كحد بياخد قرارات هيبقى دور مهم جدا، لان انت بس مش مسؤول عن قصه الديجيتال ماركتنج او قصه الميديا باينج او الكامبينز، لا، انت لازم تكون مسؤول عن قرارات مهمه للبيزنس. ولازم يكون اي بيزنس انت بتشتغل معاه انت عندك المساحه ان انت تاخد قرارات وتنفذها بدون ما حد يعترض اصلا عن القرارات دي، لان القرارات دي هتبقى قايمه على حاجه معينه، هتبقى قايمه على اكسبيرينس معينه، وهتبقى قايمه على استراتيجي معينه محطوطه، والاستراتيجي دي المفروض احنا عارفين هتوصلنا لايه. وهنا برضه عشان ابسط لك الموضوع اكتر، علشان انت اصلا تبقى جروث ماركتير انت اكيد كده كده هتعدي بمراحل كتير في الديجيتال ماركت. طيب ايه المراحل اللي انت ممكن تعدي بيها عشان توصل للمرحله دي من الاحترافيه؟ اولا انت غالبا هتبدا كميديا باير. الميديا باير هو هتكون ان انت شطارتك ان انت تعرف تعمل كامبينز، تعرف تحلل ارقام، تعرف تاخد من الارقام دي قرارات تخليك تسكيل اي كامبين ناجحه معاك، واي كامبين مثلا فيها مشاكل تقدر تعرف المشاكل اللي فيها دي موجوده بسبب ايه وتقدر تحلها وتطور منها. فانت عندك جزء كبير جدا بيبقى جوه اصلا الميديا باينج او جوه الداشبوردز نفسها. تاني حاجه انت لازم تفهمها ان انت لازم تكون بتفهم كونسيومر بيهيفير. والكونسيومر بيهيفير معناه باختصار ان انت اصلا لازم يكون عندك مايند سيت او عندك داتا اناليسيس سكيلز تقدر تحلل بيها هو الكلاينت بتاعي ايه البيهيفير بتاعه، ايه الحاجات اللي هتخليه يتاثر بشكل ما فيقدر ياخد قرار ان هو يشتري منك. لان انت لما هتعرف المعلومه دي او هتعرف التفاصيل دي، ده اللي هيخليك اصلا تعرف تعمل سيت اب للكرييتيفز بتاعتك اللي تخليها تخدم على الميديا باينج. فهي كلها بتكمل بعض، وانت دورك هيكون مهم او اهم دور في المنظومه كلها ان انت تعرف تسيت اب كل الكلام ده مع بعض اصلا. ثالث نقطه، وهي دي نقطه مهمه جدا، انا بشوف ان اي جروث ماركتير لازم يكون محترفها او محترف اللي هو ياخد فيها قرارات. هما 2 ماتريكس مهمين جدا. اول عنصر فيهم هو حاجه اسمها الكاك او السي اي سي. السي اي سي هي معناها كاستمر اكوزيشن كوست، ودي معناها باختصار هو تكلفه العميل اللي انت بتجيبه. يعني مثلا سي لو انت دفعت في الاعلانات 100 جنيه وجالك 2 عملاء، ده معناه ان السي اي سي بتاعتك 50. هنا دورك باحترافيه شديده جدا ان انت لازم تكون فاهم ان انا لو بجيب العميل ده ب 50 ازاي هقدر اقلل ال 50 دي واوصلها 40. يعني جزء كبير جدا من ان انت تعمل جروث لبزنس ان انت تخلي السي اي سي بتاعته باقل تكلفه ممكنه، كاستمر لايف تايم فاليو. دي معناها باختصار انت العميل ده علشان يكون كاستمر معاك بيقدر يشتري منك كم مره في السنه مثلا، يعني بيشتري منك مره ولا 2 ولا 3. لان انت هنا باختصار كل كلاينت هتقدر تجيبه مره من ادز
لو الكلاينت ده بقى يشتري منك باستمرار، فهو بالتالي انت لو دفعت عليه في اول اعلان مثلا 100 جنيه وجالك اشترى منك 5 6 مرات، دفع مقابل ال 5 6 مرات دول 1000 جنيه، فانت كده حرفيا قدرت توصل لرقم جميل جدا، ان هو بقى الكلاينت ده بيجيب لك 900 جنيه وانت صارف عليه 100 جنيه بس عشان تجيب. في امثله لشركات كتير كبيره بتعمل ده زي ابل مثلا. يعني ابل مش بتبقى محتاجه ان اليوزرز بتوعها او الكلاينتس اللي بتجربوا المنتجات بتوعها ان هم يعملوا لهم اعلانات كل سنه، لا، هي الكلاينتس اوريدي بتروح تشتري المنتجات بتاعتهم الجديده، فهنا هم بيعلوا حاجه اسمها ال تي في، وطبعا دي حاجه بتبقى مدروسه جدا واي براند كبير بيقدر يعملها بسهوله. وطبعا السي اي سي والال تي في والميتريكس دي كلها هي ليها تاكتكس كتير وليها طرق كتير احنا بنشتغل بيها، طبعا انا ممكن ابقى اشرحها في فيديو تاني لان انا لو شرحتها في الفيديو ده الفيديو هيطول جدا. ركز بقى معايا في الجزء اللي جاي ده لان الجزء ده بجد هيخلص لك الموضوع ده كله، لان انا متاكد ان انت حاسس ان الموضوع بقى تايه منك شويه. لو انت شغال جروث ماركتير وجالك سواق تاكسي مثلا عشان تعمل له جروث ماشين، انا هقول لك المفروض تعمل ايه. اول حاجه لازم تعملها ان انت تبتدي تعمل داتا اناليسيز للماركت نفسه اللي انت هتنزله. فانت هنا لازم تبص على الداتا والسوق اللي قدامك وتبدا تحللها. يعني مثلا شوف ايه اكتر المناطق اللي موجوده في الاريا اللي هو هيشتغل فيها اللي بيبقى فيها زحمه، اللي بيبقى فيها زباين، ايه اكتر الاوقات في اليوم اصلا اللي بيبقى فيها ناس محتاجه السيرفيس بتاعه التاكسيات دي، ولازم تكون فاهمها قبل ما تشتغل. تاني حاجه لازم مثلا تبص عليها هي ايه الطرق اللي بتقدر توفر بنزين ووقت، يعني مثلا الطرق المختصره او هكذا، لان ده طبعا كوست بالنسبه لنا بالنسبه للبنزين والوقت، فاحنا هنبقى طبعا بنفوكس على السي اي سي اللي احنا اتكلمنا عنها واحنا عايزين نوصل بيها لاقل تكلفه ممكنه. وهنا انت مثلا بيبقى هدفك ان انت تعمل اكتر عدد مشاوير من غير ما تحرق اكبر عدد من البنزين. طيب احنا هنا لما نيجي نشتغل على السي اي سي هنحسب مثلا تكلفه كل زبون، بمعنى ان احنا بنصرف بنزين قد ايه وبنمشي في وقت قد ايه علشان نقدر نجيب كلاينت يركب معانا العربيه. طيب ده هيطلع لنا السي اي سي. طب انا دلوقتي المفروض هدفي ان انا اقلل السي اي سي بتاعتي. هنا انا طبعا هبتدي ابص انا ازاي اجيب الزباين باسرع طريقه ممكنه وباقل مجهود ممكن. فطبعا بناء على الماركت اناليسيز اللي انا اصلا عملته هبتدي اروح او احاول اكون متواجد اكتر وقت ممكن في المناطق اللي هيكون فيها اكبر طلب ممكن. لازم اكون بزاحم في النقطه دي ولازم اكون بظهر فيها علشان ابقى انا الحل الاول او الاسهل للكلاينت اول ما يفكر او يجي في دماغه ان هو عايز يركب تاكسي. طيب النقطه بقى الاهم في الموضوع ده وهي ال تي في، لان ال تي في حرفيا انت ممكن تنجح بيها اي براند من غير ما تحتاج تغير اي حاجه في البيزنس موديل بتاعه. طب انت لو اشتغلت مثلا مع سواق تاكسي ازاي تنجح ال تي في بتاعته بطريقه الجروث ماركتنج؟ اول حاجه انت هتحاول تهتم جدا ان انت تنظف العربيه بتاعتك، ان انت يكون اسلوبك كويس جدا مع الشخص اللي بيركب معاك، ان انت تحاول تبقى فريندلي معاه وتتصاحب عليه. ممكن طبعا تعرض عليه ان انت تقدر توصله كل يوم اي مشوار لو هو مثلا بيحتاج تاكسيات باستمرار. وعلشان تبقى فير في نقطه زي دي انت ممكن مثلا تقول له ان احنا هنشوف على اي ابلكيشن مواصلات زي مثلا اوبر والكلام ده هو بيوصل الرحلات بكام، او المنطقه اللي احنا رايحينها مثلا الكوست بتاعها هيبقى كام، وانا هديك مثلا اوفر اقل منه ب 10 20%. هنا انت هتقدر تعلي ال تي في بتاعتك وفي نفس الوقت هتحاول ان انت ما تخسرش فلوس قدر الامكان. طب انت ال تي في ده اصلا هينجح لك ايه في البيزنس موديل بتاعك؟ اولا انت غالبا هتبقى عارف كل يوم انت نازل عندك كام مشوار. لو قدرت تحافظ على عدد كبير من العملاء اللي بتجيلك اول مره وخليتهم يخشوا الجروث ماشين بتاعتك هتبقى ضامن على الاقل ان انت عارف كل يوم هيجيلك دخل كام، وتحاول طبعا تزوده. تاني حاجه انت هنا هتبقى وصلت لمرحله اصلا الاورجانيك جروث، والاورجانيك جروث معناه ان انت مش هتبقى محتاج ان انت تفضل تلف في الشوارع تكلكس لزباين مستنيين يركبوا معاك. ده انت الكلاينتس بقت هي اصلا اللي بتجيلك، بقت هي اللي بتكلمك كل يوم بتقول لك انا رايح المشوار الفلاني الساعه كذا انا مستنيك تجيلي. وهو ده حرفيا اللي بيحصل في اي بيزنس موديل. يمكن مثلا مثال التاكسي ممكن يبان عشوائي قدامك، بس خليني اقول لك ان انا حبيت اجيب لك مثال اصلا غريب علشان يخليك مركز دايما ان اي بيزنس موديل انت لو قدرت تعمل معاه جروث ماركتنج انت هتخليه عادي بزنس ناجح بشويه مايند سيت وشويه افكار من غير ما تحتاج تصرف فلوس ومن غير ما تحتاج تزود الماتيريالز بتاعتك. انت كل اللي محتاجه هو المايند سيت بس. فباختصار كده الجروث ماركتنج هو مش مجرد تسويق، الجروث ماركتنج هو باختصار ان الجامد هو اللي بيعرف يجيب كلاينت يفضل مستمر معاه، والعبقري هو اللي بيقدر يخلي الكلاينت ده يدفع له مره واثنين وثلاثه واربعه وكمان يريكومند البراند ده لكلاينتس ثانيه. فلو انت عندك اي استفسار في مجال الديجيتال ماركتنج او عايز نتكلم عن اي توبيك يخص مجال الديجيتال ماركتنج اكتب لي في كومنت تحت وانا هوفر لك الفيديو في اسرع وقت.